السلام عليكم ورحمة الله. هكلمكم النهاردة يا جماعة في ملخص ما جرى في ماتش الأهلي وسيمبا التنزاني وملخص الأهداف بالكامل. في البداية كده برحب بحضراتكم. بطولة قوية جدا بحضور الفانتينو ورئيس التنزاني بنفسه، وتم افتتاح البطولة في تنزانيا باحتفالات كبيرة جدا. بطولة رسمية، واحتمال تكون هي دي البديل يا جماعة عن بطولة الدوري الأفريقي نظرا لاهتمام الفيفا الكبير. مجموع جوائزها يعدي ال10 مليون دولار. الأول فقط هياخد 4 مليون دولار، والتاني هياخد 3 مليون دولار، وكل فريق مشارك هياخد مليون دولار. جوائزها تعد تقريبا 3 أضعاف البطولة الأفريقية الحالية. بعد كده الماتش ابتدى، كانت الأغلبية للنادي الأهلي، وهقول لكم التشكيل. في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، وينجين احمد نبيل كوكا وكريم الدبيس، وفي المنتصف اليو ديانج. في الخط الهجومي 4 رضا سليم، أفشة، بيرسي تاو، ومهاجم صريح محمود عبد المنعم كهربا. في الدقايق الأولى يا جماعة المباراة لاحت انفرادين لمحمود عبد المنعم كهربا، وأيضا انفراد لبيرسي تاو، كانوا يقدروا يخلصوا بيها الماتش. بعد كده الجون الأول جه في الدقيقة 45، تمريرة من ياسر إبراهيم لأفشة يزقها لكهربا، وكهربا بدوره يزقها لرضا سليم من الناحية الشمال متطرفة داخل ال18، يقدر يحرزها مباشرة. لاعب هداف، لاعب محترف فعلا. قدر على طول يتعادل في الدقيقة 52 في الشوط الثاني. في اوائل الشوط الثاني اللاعب دينيس ديبو بمتابعة من ماسيمبا يحرزها هدف برأسه، واستطاع ايضا نادي سيمبا التنزاني ان هو يحرز الهدف الثاني بعدها ب7 دقائق في الدقيقة 59 من البديل ساديو كانوتي من ركنية يخطفها بدماغه مباشرة في المرمى. في الدقيقة 62 يقدر الأهلي يحقق التعادل بقدم عبد المنعم كهربا من فاول تقريبا من على بعد 50 ياردة لأفشة، يلعبها جانبية داخل ال18 لرضا سليم. رضا سليم يشوطها مباشرة في المرمى، الحارس يصدها، يلاقيها كهربا من متابعة جيدة ويحرز التعادل. في الدقائق الأخيرة أيضا أهدر صلاح محسن عدة فرص. في الحقيقة في ملاحظتين على الماتش ده. الملاحظة الأولى إن تشكيل الأهلي كان يخلو من حسين الشحات. ليه حسين الشحات ما نزلش من أول اللقاء؟ أيضا بالنسبة لطاهر، محمد طاهر ليه ما كانش ليه دور؟ طبعا حضراتكم عارفين ان عبد المنعم ما لعبش وساب فراغ كبير جدا في النادي الاهلي، وايضا علي معلول لان هو لم يلحق بالبعثة وايضا ساب فراغ، وايضا المتألق امام عاشور. يعني كان في 3 اعمدة رئيسية من النادي الاهلي هم تلاحظوا كانوا سبب ان في فراغ كبير جدا، يا اما في الناحية الدفاعية يا اما في عدم التنسيق الهجومي اللي كان بيقوم بالدور ده امام عاشور وايضا علي معلول. التغييرات يا جماعة كانت في الدقيقة كلها 80. عمل 3 تغييرات، خرج محمود عبد المنعم كهربا ونزل صلاح محسن، وخرج كريم الدبيس ونزل بداله خالد عبد الفتاح، وخرج بيرسي تاو ونزل مكانه طاهر محمد طاهر. في الحقيقة دي كانت ملخص ماتش النهاردة. نتمنى ان الاهلي يعوض هنا في ماتش العودة في القاهرة، وان كان هتبقى ليه الاغلبية لان هو احرز هدفين.
وفريق سيمبا لا يستهان به زي ما قلت لحضراتكم بالامس. فريق كبير، ولكن اعتقد هيكون المصابين رجعوا زي امام عاشور وعلي معلول ومحمد عبد المنعم، يقدر الاهلي ان شاء الله ينتصر عليه، اعتقد كمان باكتر من هدف. ولكن الحذر ثم الحذر من الناحية الهجومية لسيمبا، وخصوصا في الشوط الثاني ناحية قوية جدا، ولكن خط الدفاع عنده في مشاكل كبيرة جدا. نعرف بقى رأي حضراتكم، هل هو ده كان التشكيل السليم من بداية المباراة للنادي الأهلي ولا لأ؟ لأن الشوط الأولاني كان فيه ثغرات كتيرة، والشوط الثاني بانت الثغرات أكتر لما فريق سيمبا ضغط بشراسة على خط وسط وخط دفاع الأهلي. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. تحياتي لكم والسلام عليكم.